مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحصرا حسم أسطورة الكرة الفرنسية والمدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان موقفه من تدريب منتخب الجزائر خلفا لجمال بالماضي. وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادق الأربعاء الماضية رحيل بالماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ من الدور الأول لكأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. وبحسب صحيفة لكيب الفرنسية، فمباشرة بعد الإعلان عن رحيل بالماضي بدأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم البحث بشكل حثيث عن مدرب جديد، وكان الفرنسي هيرفي رينارد والبوسني وحيد خليل وزيدتش ومدربون آخرون بيتكوفيتش سامباولي من بين الأسماء التي درسها مسؤولو الكرة في الجزائر للإشراف على محارب الصحراء. ولكن بحسب لكيب دائما، فإن الرجل القوي الجديد في الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي فكر على الفور في زين الدين زيدان، 51 عاما، الذي تعود جذوره للجزائر. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن زيدان أبدى سعادة كبيرة بترشيحه لتدريب منتخب بلد والديه، لكنه رفض العرض الجزائري. ولفتت أيضا إلى أن زيدان الذي لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في 2021. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.